لو لقيته عاوز يرجع لك تاني وانت كمان عايز ترجع له جدا، 3 حاجات مهم جدا جدا تعملهم. اولا، ما تفصحش عن مشاعرك بنسبه 100%. هتبقى في مرحله من بعد الرجوع اللي هي بقى العتاب والكلام، وكل واحد يقول للتاني انا ايه غلطي، انا كنت عايش من غيرك ازاي. في الفتره دي اتكلم بشكل حيادي، ولكن ابعد عن انك تعبر له عن مشاعرك وعن انت ازاي كنت مفتقده، سواء كانت مشاعر سلبيه وايجابيه، لان وارد جدا يكون هو راجع علشان يجس نبضك او علشان يعرف انت ازاي عشت من غيره. او ممكن بعض الاشخاص الايجو بتاعه والانا يصور له فكره انك انت مش قادر تعيش من غيره، فهو عايز يتاكد من كده علشان يستمتع او يتبسط. فيستحسن لو كان كلامك على قد السؤال في الاول، وفي حته غموض، حته خباثه كده، انك مش بتفصح عن كل شعور انت بتحسه او كل عتاب انت عايز تقوله بتقوله. تاني حاجه، اتكلم معاه بصيغه العقل مش بصيغه المشاعر. في سلوكيات معينه في الكلام لازم تتجنبها، زي اللي هو انت وحشتني جدا، انك ترد عليه في نفس الوقت انك انت اللي تبعت له كتير من بعدها. اتكلم وتعامل معاه بشكل منطقي، بشكل عقلاني 100%. لان هو برضه هيبقى متوقع انك من بعد يومين 3 او فتره من الرجوع هترجع لنفس العاده بتاعتك، انك تعامله بمشاعر وتتصرف معاه على اساس المشاعر وتتضايق من تفاصيل تاني. لا، خلي في فتره معينه كده من بعد الرجوع بتاعكم انت بتتعامل بعقلك بس، كانك بتتعامل مع واحد صاحبك. مش بس سلوكياتك، لا، انت كمان لازم تفكر بعقلك وما تسمحش لمشاعرك ان هي تدي لك تصور عن العلاقه دي ممكن تكون عامله ازاي. لا، ده مع الوقت. تالت حاجه بقى، ودي في قمه الخطوره، ما ترجعلهوش بشكل فوري. هتلاقي جزء من جواك اللي هو بتاع المشاعر، ان انت ما صدقت ان هو رجع، تعالى انا مش هسيبك. لا، لازم ترخم على نفسك شويه وتحط تصور انك هتاخد شهر او اسبوعين او الفتره اللي انت تحددها، ان الفتره دي من بعدها هنبدا نرجع مع بعض. ده هيسمح لك انك ما تحطش توقعات زياده، وكمان تكون في موقف القوه قدامه لما توريه انك مش مستعجل على الموضوع، او ان هو حتى لو انت اتبسطت بوجوده مش معناها ان انت مش قادر تستغنى عن وجوده وعاوز تستغل فرصه الرجوع دي باي طريقه علشان يفضل موجود جنبك. ما تفصحش عن مشاعرك، اتكلم بصيغه العقل مش المشاعر، ما ترجعلهوش بشكل فوري. وما تنساش الفولو على الانستا وسبسكرايب على اليوتيوب علشان في حاجات كتيره جدا فايتاك.